قبل الشروع في الكلام لا بد أن نذكر السيد الشهيد آية الله العظمى السيد محمد الصدر، الذي له فضل كبير علينا جميعا في أمور كثيرة، ومنها هذه الملايين التي تأتي إلى كربلاء مشيا على أقدامها، فهو الذي أعاد الحياة إلى سنة المشي إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام. ولذلك قبل الشروع في الكلام نقرأ على روحه الفاتحة.